مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شطبه صح. انا مهندس حامد احمد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بند مهم جدا من البنود التشطيبيه اللي هو بند السباكه. تاسيس السباكه. دلوقتي هشرح لحضراتكم اهم النقاط اللي نخلي بالنا منها عند تاسيس السباكه. اهم حاجه ان احنا نكون موزعين الاجهزه بتاعتنا كلها في المطبخ، ونكون عارفين مقررين هنعمل بانيو ولا هنعمل شاور روم. تمام. تاني حاجه القعده فين، الحوض فين، كل الحاجات بتاعتنا دي موزعينها قبل ما نجيب السباك يبدا معانا في التشطيب. تمام. السباك لازم يشتغل بميزان ليزر، او على الاقل خالص يشتغل الشرب العادي. تمام. اللي هو الخرطوم. الصنايعي 100% من الشغل، يعني لو الصنايعي مش كويس احنا مش هنعمل حاجه صح. لازم الخامات بتاعتنا كلها تبقى اصليه، ما نسترخصش في البند ده بالذات. بند السباكه، تاسيس السباكه وتاسيس الكهرباء ما ينفعش نسترخص فيه نهائي. لازم كل حاجه نجيب افضل حاجه. تمام. لازم نشوف هنعمل سخان فوري ولا سخان غاز ولا سخان كهرباء. لازم نبقى مقررين كل حاجه قبل ما نبدا. تمام. زي ما قلت لحضراتكم الخامات لازم تكون اصليه 100%. الخامات بتاعتنا افضل خامات في السوق البي ار، اكوا سيرم، الشريف. الثلاثه دول كويسين جدا، بس لازم نتاكد بعد ما نخلص ان السباك يجيب الفني من الشركه يكبس لنا الشغل ويدينا ضمان. تمام. برضو لازم نبقى مقررين احنا هنعمل قاعده معلقه ولا هنعمل قاعده عاديه، هنعمل بانيو ولا هنعمل شاور روم. لازم الحاجات دي كلها لازم نكون حافظينها وعارفين احنا هنعمل ايه. لازم نبقى مقررين احنا هنعمل ايه. تمام. كمان ما ننساش نعمل العزل. العزل ده من الحاجات الأساسية. لازم نعمل عزل يا جماعة في الحمامات والمطابخ. العزل نوعين. العزل اللي هو الانسيمات، تمام، اللي هو الأسود، والعزل الكيماوي. الكيماوي اللي هو السيكا. طبعا أنا بفضل السيكا، مفيش خلاف عليه. وكمان بفضل القعدة المعلقة لأن دي بتسهل إن احنا ننظف تحتيها كده، وبعد كده شكلها مودرن، يعني حاجة كويسة جدا. تمام. طبعا ما ننساش نعمل صرف التكييفات. ده مع تأسيس السباكة لازم نخلي السباك يعمل لنا صرف التكييفات. تمام. وأهم حاجة إن السباك بتاعنا يبقى فني على مستوى عالي علشان ما يحصلش أي مشكلة. تمام. لأن السباك عليه زي ما قلت لحضراتكم 100% من الشغل. يعني لو جبت أفضل خامات والفني كان أي كلام، طبيعي إن أنت هتتعب جدا وكل حاجة هتبوظ. فإحنا لازم نختار الفني الصح، لازم نكون موزعين كل حاجة صح، ما نسيبش الصنايعي يشتغل بدماغه علشان ما نرجعش في الآخر نعيط. ماشي. أنا مهندس حامد أحمد، ودي كانت حلقة جديدة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، ونشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله. سلام.